سلام ليكم يا حبايبي. يمكن تستغربوا لما أقول لكم إنهم بيسموني قديس بورسعيد، مع إني اتولدت من زمان جدا في اسكندرية حوالي سنة 360 ميلادية. أنا اسمي إيسيزوروس وبيقولوا عني إيسيزوروس الفرمي، علشان عشت في دير في جبل الفرمة. الفرمة دي كانت قريبة من بورسعيد، بس ده زمان خالص. من وأنا صغير كنت بحب أتعلم وأقرأ الكتاب المقدس، وكنت بحب أقعد مع ربنا في هدوء. كنت بفرح قوي لما بروح الكنيسة. ولما كبرت سبت حياة الزحمة ورحت مكان هادي أعيش مع ربنا أكتر. بقيت راهب في الدير، وبعد كده كاهن. كنت بحاول أساعد كل الناس. على أيامنا ما كانش فيه نت ولا موبايل، كنت بكتب الرسايل في الجوابات. تتخيلوا، كتبت أكتر من 2000 رسالة. كنت بقول لهم فيها: حبوا بعض، حبوا ربنا، وما تخافوش. في وقت كان صعب على الكنيسة وقفت أدافع عن الإيمان وقت بدعة نسطور، مش بعصبية لكن بمحبة وشجاعة. أنا كنت إنسان بسيط، لكن اتعلمت إن اللي يحب ربنا بجد ربنا يخليه يعمل حاجات كبيرة. كل سنة الكنيسة بتفتكرني يوم 10 أمشير. انتوا كمان تقدروا تبقوا قديسين وتعيشوا مع ربنا لو صليتوا وذاكرتوا ورحتوا الكنيسة على طول. وأنا كمان هصلي لكم دايما يا أبطال.